لباس المرأة الأرمنية يدل على ثقافتها ويدل على مدى خصوبتها، فهي كالرمانة تنبت من جديد، فالرمان هو علامة من علامات خصوبة المرأة الأرمنية. المرأة التي هي تهتم بتراثها وتصنع تراثها بيدها، تصنع تراثها من الحرير التي كانت تهتم بدود القز من أجل صناعة ملابسها الحريرية لكي تبدو بمظهر جميل ويليق بها وبمكانتها المرموقة. فكما حدثنا الفيلسوف غريغور عن العناصر الأربعة من زي المرأة التي هو الأرض والهواء والماء والنار، وكما قال: الأرض هي من تربة أجدادنا، والماء هي النقاء والبياض والصفاء، والنار هي من صفار النار وهي اللون ما بين الأصفر والأزرق والألوان المموجة، والهواء هو اشتداد الهواء وسكينته، لأن المرأة تتميز بكل هذه العناصر. فمددها على الألوان الأربعة، كالأبيض هو نقاء روحها التي تصنع ثوبها من اللون الأبيض، والأحمر هو من الشجاعة والشهادة التي تطرز فستانها الأحمر بخيوطها الذهبية، وكما نوه أيضا على اللون الأزرق الذي هو يأتي من العدالة السماوية. فهذه الألوان جميعها تجتمع بامرأة واحدة، وهي المرأة الأرمنية. المرأة الأرمنية هي رمز الثقافة، وكل هذه الخيوط الذهبية والنقوش كانت من صنع يدها، فكانت تسهر عليها ليال وليال من أجل أن تكون بمظهر لائق بها. كما اكتشفت هذه الملابس من قبل 5000 عاما، وهي كانت حتى تقوم بنقوش حذاؤها على يدها من أجل إكمال مظهرتها وأناقتها. فالمرأة الأرمنية هي التي تتميز بزيها عن جميع النساء، هي كانت تحافظ على تراثها وثقافتها من أجل أن تبدو دائما بمظهر لائق ويليق بها كأنها مرأة أرمنية. فنساء الأرمنيات هن النساء الصانعات التي صنعن كل شيء على يدهن من أجل أن تبين لجميع العالم بأن التاريخ الأرمني والعروق الأرمنية لا تموت. ونحن اليوم كنساء أرمنيات بنساء الشتات في شمال وشرق سوريا نسترجع ثقافتنا المسلوبة التي باتت عليها الإبادات من قبل السلطات العثمانية من عام 1909 إلى عام 2023 كانت آخر إبادة بحق الشعب الأرمني، ولا زالت الإبادات متوارية من جيل بعد جيل من قبل السلطات العثمانية. ولكن هذه الهجمات المتراكمة علينا من قبل الطغاة الأتراك لا تريد بل تزيدنا قوة، وإظهار ثقافتنا هو حقنا وحق ذاتنا. سنظهر ثقافتنا إلى أبعدها، فسنتكلم عن كل قطعة معدنية تتزين بها المرأة الأرمنية. فهذه القبعة قبعة المرأة، هي تأتي بحمراء اللون أو بزرقاء اللون، مشيدة بنقوش على القبعة أو ليرات من الذهب. فهذه الليرات تدل على أن المرأة هي كالليرة صافية وخالية من جميع الشوائب. والطاقية باللون الأزرق هي تكون دناديشها باللون الفضي، والأحمر تكون باللون الذهبي، وحتى تبين بأنها هي متميزة عن غيرها. طبعا عن جميع الإكسسوارات التي تتزين بها المرأة الأرمنية، لكل إكسسوار حكاية وقصة، لأنها كانت من تعبها وكانت من سهرها ليالي لإكمال زينتها على أكمل وجه. فهذه المرأة التي سهرت وتعبت ونالت وصبرت بأن وصل صوتها من بعد الإبادة إلى جميع بقاع الأرض، فهي اليوم لا تنسى زيها ولا تنسى ملابسها. في هذا الخصر تتميز المرأة الأرمنية
بخصر نحيل ويكون عليه زنار مشيد بالنيرات، أو يكون مشيد بنيرات الفضة أو بالذهب أو بالإكسسوار لكي يبان خصرها النحيل. وطبعا الأساور تكون باللون الذهبي أو الفضي من أجل تزيين يدها بهذه الإكسسوارات، وكلها أكيد صنع يدها هذه المرأة المخترعة لجميع إكسسواراتها لتكون متميزة عن غيرها من النساء. فلبس الزي الأرمني يختلف عن الزي الكردي، ويختلف أيضا عن الزي السرياني، لأن لكل مكون ثقافة ولكل مكون زي، ولا يختلط الزي الأرمني مع الأزياء الأخرى، بل يبان بهيبته ويبان بنقوشه التي تعلمناها من الأجداد، أجدادنا الذي ذكروا بأن الزي الأرمني لا يوجد له مثيل في بقاع الأرض، لأنه كله مصنوع من دودة الغز الحرير، وكله مصنوع من النقوش الذهبية والنقوش الفضية على اليد. المرأة من بعد عام 1915 تعرضت إلى الشتات، وهذا الشتات الذي جعلها تنصهر مع المكونات الأخرى وجعلها تبتعد عن كل ما يخص المرأة الأرمنية، سواء من زي وسواء من نقوش وسواء من ملابس أخرى. ولكن هذه الإبادة استمرت على المرأة إلى أعوام وأعوام، فقامت المرأة الأرمنية من بعد ما اندلاع ثورة روجافا التي أعطت جميع النساء حقوقها وفتحت لها الأبواب لتكون في المركز الأول. استرجعت المرأة الأرمنية في هذه الثورة ثقافتها وزيها ومكانتها، حتى تبان بأن في شمال شرق سوريا موجودة المرأة الأرمنية، والتي هي تقف على بقاع هذا الأرض، لأن الملابس هي الهوية والزي هو الهوية ويعد من العرق. واليوم لا نفرق بين الأديان، لأن كل مشتت قصة ولكل مشتت حديث، ولكن هذا ما حدث على أجدادنا، ونحن لا ذنب لنا بما حدث. فاليوم نحن كأرمن وكنساء أرمنيات نتحد مع بعضنا لبعض مع جميع نساء المكونات الأخرى من أجل حماية الثقافة الأرمنية وحماية جميع الثقافات الأخرى. هذه الموضة التي تتطور من جيل إلى جيل إلا ما هي حديث القبيليزم، حديث الرأسمالية الذي تتوارى على عقول الشباب من أجل سلب عقولهم وأعطاهم الفكر الذي لا يطورهم. لأن اليوم نحن داخل ثورة وداخل حرب، يجب أن لا تتحكم بنا القبيليزم عن هذه الأمور، لأن هذه الملابس هي تشويه صورة الشباب وإبعاد الشباب عن الفكر الواعي وحرية الفكر. فهي الحرية ليس الحرية الجسدية، بل هي الحرية الفكرية لجميع العقول سواء إن كانت شابة أو غير شابة. فنوجه كلمة لجميع النساء الشابات والغير شابات بأن الزي هو الهوية وهو الإثبات، وهو إثبات العرق وإثبات المكانة وإثبات القيمة، وهو الهوية لكل امرأة زيها، بين الابتعاد عن كل ملابس لا تليق بنا ولا تليق بعرقنا ولا تليق بمكانتنا، لأن القبيليزم هو هدفها الوحيد هي هدم المرأة، كما هم الدولة الطورانية هو إخفاء صوت المرأة. فنحن كنساء لسنا بحاجة إلى من يطورنا من تطورات القبيليزم، بل نحن نطور فكرنا بحرية وثبات وتطور من أجل مجتمع متطور ومن أجل مجتمع واعي ومفكر. فهذا كل هم كل امرأة باتجاه الشابات والشابات، لأن المرأة الشابة يقع على عاتقها جميع هذه الأحمال الثقيلة، لأنها هي التي تعطي الأفكار للأجيال في المستقبل القادم. من عضوة المجلس الاجتماعي الأرمني ومن جميع نساء الأرمن بأننا جميع النساء في شمال شرق سوريا وجميع المكونات لا فرق بيننا، بأن جميعنا نساء هذا الوطن، وطننا شمال شرق سوريا، بل نحميه
بثقافتنا ونحميه بتطورنا ونحميه بفكرنا الواعي وفكرنا المتقدم. ولا ننسى بأن صوت نساء شمال شرق سوريا أصبح حديث العالم اليوم. بتقدمنا وفكرنا وثقافتنا نستطيع أن نتغلب على جميع الهجمات التي تتوارى علينا من جيل إلى بعد جيل. نهنئ جميع شعوب شمال شرق سوريا بقدوم ثورة 19 تموز التي كانت هي نهج الديمقراطية ونهج الحرية، والتي هي التي قضت على الإرهاب داعش التي لم تقدر عليه الدول العظمى بذاته. ثورة 19 تموز هي ثورة إخوة الشعوب، وهي الحرية والديمقراطية لجميع شعوب شمال شرق سوريا ولجميع السوريين الموجودين في بقاع الأرض. نهنئ جميع شعبنا بقدوم 19 تموز ثورة الحرية. عاشت ثورتنا، عاشت الحرية، عاشت عاشت عاشت.